هجمته ورقصت على صوته، رقصت على أغنيته خليك فولاذي. فاجأت الفنانة حلا شيحة الجمهور والمتابعين برقصها على أغنية خليك فولاذي للفنان تامر حسني، واللي سبق وغناها تامر في فيلم مش أنا، واللي لعبت فيه حلا دور البطولة معاه في 2021. لكن بعدها رجعت واتبرأت منه، وطبعا ظهورها ورقصها على الأغنية عرضها لانتقادات من الجمهور، خاصة إنه سبق وهاجمت تامر. فيا ترى إيه اللي حصل ما بينهم؟ قصة حلا شيحة مع تامر بدأت في 2021. وقتها كانت حلا رجعت للتمثيل تاني بعد فترة اعتزال 12 سنة، لعبت دور البطولة مع الفنان تامر حسني في فيلم مش أنا. لكن بعد ما حلا صورت الفيلم مع تامر كانت اتجوزت الداعية معز مسعود، ووقت عرض الفيلم اتبرأت منه وندمت انها صورته، ونشرت بوست ليها على انستجرام هجمت فيه تامر وقالت فيه: احنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا في الفيلم، بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح. انا عارفة ومتأكدة ان زمايلي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف. بتكلم من قلبي، الكليب ده ما يرضيش ربنا. انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها. كلنا بنغلط ولازم نغلط عشان احنا بشر، بس المصيبة اننا بنغفل وبننسى. انا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح، وانا غلطت وبصلح. اهم حاجة ان ربنا يرضى عني، لان في الاخر ده اللي هينفعنا، مش الشهرة ولا النجاح اللي هو مش نجاح اصلا، عشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسيينها الا القليلين مننا. الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا وما بنبقاش قدوة لأولادنا يبقى باطل وما يبقاش فن. كمان نشرت فيديو سابق لتامر بيقول فيه انه مش عايز يموت وهو بيغني، ونصحته انه يرجع لربنا. لكن تامر وقتها رد على حلا في بوست نشره على فيسبوك، اكد فيه ان كل المشاهد اللي تم تصويرها كانت بموافقتها، وانها خدت اجرها كامل، وانه ما اذاهاش في اي حاجه، ووقف الخلاف بينهم لحد كده. واختفت حلا عن الساحه الفنيه. وقتها قررت حلا ترجع تلبس الحجاب تاني وتعتزل الفن بعد جوازها من معز مسعود. لكن فجاه وبعد سنين ظهرت اخبار بتقول ان حلا انفصلت عن معز مسعود بسبب غيرتها عليه من ممثله بيخرج دايما معاها، وتعلن عن رغبتها انها ترجع للتمثيل تاني. وطبعا في البدايه وبسبب هجوم حلا على الفن وقت اعتزالها، الجمهور ونقابه المهن كانوا زعلانين منها. لكن حلا اعتذرت، وقال الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه في تصريحاتها: اللي حصل كان يمس الاسره الفنيه، هم متسامحين وهيقولوا حلا بنتنا وحبيبتنا. حلا كلمتني وقالت لي انها عايزه تقابلني، قلت لها لما ترجعي هنتكلم. طبعا حلا بعد قرار نقابه المهن التمثيليه بتحاول تصلح علاقتها بزمايلها عشان ترجع تشتغل تاني بعد ما كانوا زعلانين منها، واللي منهم تامر واللي هجمته وانتقدته في فيلم مش انا، وده اللي خلاها ترقص على اغنيته خليك فولاذي كاعتراف منها بالفيلم اللي سبق واتبرأت منه. لكن الجمهور انتقدها وهاجمها وطالبها انها تعتذر لتامر بعد اللي بدر منها تجاهه. فيا ترى حلا هتعتذر لتامر ولا هتسكت وتبعد عن السوشيال ميديا كالعاده؟